السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ جبنا الفرخة اهيت وقلنا نعملها النهاردة ايه بحبة خضار كده، ونعملها في الكيس الحراري. نضفتها وعملت اهيت، وانا كنت عامله لكم الخضار ومجهزاه يعني جهزته، قلت عشان مش هطول الفيديو، عشان ايه الناس عارفة طبعا ايه اللي بنعمل. ده خضار على بعضه، حبة خضار بسلة على جزر على بطاطس على كوسة على بصل على فلفل على طماطم على كله. دلوقتي خلصتهم واحشوهم في الفرخة. حاشين الفرخة، نحشي الفرخة اهيت حبة الخضار دول ونخلص واحشيها، وان شاء الله باذن الله اخلصها واحط الخضار الباقي في الكيس الحراري واروح مدخلاها واحشيها. يعني هي بس حبة ممكن مش تحشيها عادي، يعني كل واحد ايه براحته. ممكن تحشيها بصل وخلاص، زي ما انا حشيها بصل قبل كده. انا حشيتها بصل، يعني بشرت بصلايه بفلفل اسمر وبطماطميه، وحشيتها الاول الفرخه، لازم اتبلها الاول. يعني تبلتها وسبتها ساعتين، والاخر الحشو ده كله انا عملته وحطيت عليه التتبيله، فلفل اسمر وملح وبهارات فراخ وكده وطبعا بابريكا وكده والحاجات ديت ورحت لفه كله حبه زيت ولفتهم كلهم في بعض حبه خضارهم. هروح حشيهم في الفرخه، حشي حبه في الفرخه والباقي بحطه تحت الفرخه كده. ما تنسوش اللايك يا جماعه والاشتراك، ما تنسوش. يلا ربنا يسهل لكم يا رب، وينجح كل واحد يا رب، ويسترها مع كل واحد يا رب. ادي الفرخه اهيت يا حبايبي، عملتها وحطيتها في الكيس والحبة الخضار، وبحطها بقى ايه تقعد لها بتاع ساعة في الفرن على الشبكة اللي هي ايه في الوسط كده، على الشبكة في الوسط، واخلصها زي ما انتوا شايفين يا حضرتي كده. وبحط فيها كوباية مية. ما حطيتش كوباية مية بصراحة، نسيت، بس انا حطيت تاني كوباية مية فيها. والحمد لله هي بعد ساعة كده طلعتها، او ساعة وحاجة كده، يعني سيبتها حبة. الفرخة كده قدام منكم اهيت جميلة ومستوية وروعة، يعني حبة خضار زي خضار السوتيه كده بس روعة. هخلص بقى، خلصنا الفرخة وعملنا الرز. شايفين الفرخة عاملة ازاي؟ دي حاجة كده بعملها انا، عارفة الناس كلها عارفة بتعمل ايه وكده، بس ايه دي انا بحب اعملها كده برضك يعني. عملتها وخلصت واديني غرفت الرز اهوت وحطيتها وشربنا العصير واتغدينا والحمد لله. ما تنسوش اللايك يا جماعة، ويلا مع السلامة، ربنا معاكم.